مساء الخير. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج فرز أول. في كل مرحلة من التاريخ الأسواق ما كانتش بتتغير بالصوت العالي، كانت بتغير بالفكرة الصح في الوقت الصح. زمان كان اللي معاه ميزانية أكبر صوته يوصل أكتر، لكن النهاردة الصوت العالي ما بقاش كفاية. الناس بقت تسمع للي شبهها وتثق في اللي مجرب قبل كده، ومن هنا التسويق نفسه اتغير، ما بقاش مجرد إعلان، بقى مشاركة. ومن قلب الواقع الجديد ده ظهرت منصة دروبز برؤية رائد الأعمال أحمد أبو زيد، اللي قرر يغير قواعد اللعبة ويحول العلاقة بين التاجر والمسوق لشراكة حقيقية مش مجرد تكلفة. في دروبز التاجر مش محتاج يصرف ميزانيات ضخمة في الهوا، هو بيشارك منتجه مع المسوقين، ما بيكسبوش غير لما يكسب هو الأول، وفي نفس الوقت بيفتح باب لكل شاب وبنت يدخلوا السوق من غير رأس مال ومن غير مخاطرة، بدور واضح وقيمة حقيقية. هنا البيع مش مجرد هدف، البيع نتيجة طبيعية للثقة، ده مش مجرد اتجاه مؤقت، ده شكل السوق وهو بينضج. دروبز مش بس بتعرض فكرة جديدة، ده بتغير عن واقعنا جديد. شوفوا الفيديو ده معايا عشان تعرفوا أكتر عن مفهوم دروبز. الو مستر، انا كنت بعت حضرتك البروجكت على الواتس، حضرتك كنت باعت لي ديبوزيت 10%، ممكن حضرتك تبعت لي الباقي بس؟ انا شغال مسوق الكتروني مع دروبس، وبدوس زرار واحده بيجي لي فلوس. الاساليب التقليديه للفريلانسنج ادمت. دلوقتي مع دروبس انا معايا تيم كامل شغال معايا، كل واحد في التيم معاه تيم شغال معاه. الموضوع دلوقتي بقى مختلف جدا عن اي حد تاني. نصيحه مني، خليك مع دروبس. دروبس الأوفر والأرخص والأسرع. أنت مستني إيه تاني؟ حمل الأبليكيشن واستمتع بخصومات دروبس. ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما شفنا تقرير عن موقع دروبز، وهنروح مع بعض للقطاع